السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم مالك. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم أي حد. الأسبوع اللي فات أنا سمعت فيديو مهم أوي عجبني، قلت أتكلم عليه النهاردة. كان فيديو عن لليوتيوبر أحمد أبو زيد. فالموضوع كان عاجبني أوي، فقلت أتكلم فيه ومش هناخد من وقت كتير. والله نستمتع. فكرة إن ربنا خلق الإنسان وخلقنا كلنا جميعا، ربنا مدي لكل واحد 24 قيراط. مثلا 10 عيال، 3 صحة، 3 مال. فكرة إن ربنا خلقنا بالتساوي، ووزع المواهب والقدرات بالتساوي أو بفرق مختلف شوية، أو بنسب مختلفة. الحقيقة الكلام دوت جميل وبيدينا إحساس بالرضا، وبيخلي الواحد سعيد، وبيخلي الواحد راضي بحاله. الحقيقة الكلام ده غلط، ولا يمت الواقع بأي صلة، ولا للدين ولا للشرع، ولا في القرآن ولا في السنة. الكلام ده ملهوش أي صحة في الحياة. الحقيقة إن ربنا ما خلقناش نسخ متطابقة، ولا وزع قدرات ولا المواهب بالتساوي. ولو كان عمل كده ما كانش هيبقى فيه معنى للحياة، معنى للاختبار، معنى للتمييز. فحاشا لله إن مثلا ربنا يديك صحة وياخد منك عيال، يديك عيال وياخد منك صحة ومال. حاشا لله، ربنا أكرم من كده بكتير، وخزائنه لا تنفذ أبدا. فالحقيقة ربنا ما خلقناش بالتساوي، ولا خلقنا متساويين، ولا خلقنا ان كل واحد له 24 قيراط بس بنسب مختلفة، زي ما احنا يعني من زمن بنسمع. الحقيقة ربنا خلقنا طبقات، ما خلقناش بالتساوي. وربك سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ونحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. معنى الكلام دوت ان ربنا قسم الذكاء، وقسم الفرص، وقسم الجمال، وقسم الرزق. ده معناه ان ربك ما ظلم. صح، حاشا لله، ربك عنده حكمة ان العدل مش زي المساواة. الناس فاكرة ان العدل هو المساواة. لا، الفكرة واحدة: ان العدل انك مش لازم تبتدي بنفس النقطة اللي غيرك ابتدى بيها. لا، انت العدل هو يكون عندك موهبة، او تقدر توصل بالامكانيات اللي ربنا اداها لك. يعني مثلا ربك ممكن رزق بواحد عنده حكمة يأثر بيها على الناس، موهوب في الرسم، موهوب في الفن، ايده شغالة في الشغل، موهوب في الشغل. فالفكرة هنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش متساويين. خلقنا ان كل واحد عنده نسب ايراد معينة، مش ايراد متساوي، ايراد مختلف، نسب ايراد مختلفة. يعني ربنا ادانا لكل واحد موهبة، اداله ذكاء، اداله اي حاجة يقدر يستخدمها بناء على الامكانيات اللي عنده ويقدر ينجح بيها. لكن مش شرط ان اشوف واحد عنده مال وعنده صحة وما عندوش ولاد. مش شرط الاقي واحد عنده مال وعنده صحة وما عندوش ولاد. فهو مش شرط اشوف حد معاه مال ومعاه صحة وما عندوش ولاد. مش شرط الاقي واحد عنده مال وعنده ولاد وما عندوش صحة. ما هو في ناس كتير عندها صحة، ربك سبحانه وتعالى رزقها بصحة حلوة، ذرية صالحة، مال. انت بتشوف ده كتير، يعني مش موجود، يعني حاجة موجودة وموجودة كتير. فالفكرة هنا ان ربك سبحانه وتعالى خلق كل واحد بمقادير معينة، بنسب معينة. بيشوفك هتستخدمها في صالحك ولا لا، ولا تبص لغيرك وهتسخط وهتتذمر. حاشا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. شايف ان الرزق زي ما هو مختلف، الاخلاق كمان مختلفة. يعني انت مش مطالب تبقى زي غيرك. انت مطالب تشتغل على ربنا رزقك بيه، وتوصل للحاجة اللي انت عاوزها. حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ان هيخلي الغني غني والفقير فقير، او بمعنى اصح هيخلي الغني لحد فترة معينة هيشوف هيعمل ايه، والفقير لفترة معينة ويشوفه هيعمل ايه. بمعنى ان خلق الغني هيشوف وهيشكر وهيحمد ربنا سبحانه وتعالى ولا لا، وخلق الفقير هيشوف هيصبر ولا هيسخط ويبص في ايد غيره. بمعنى ان ربنا خلقك فقير، اصبر، بس مع الصبر اسعى علشان تخرج من الفقر. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ارضى بالفقر وربنا خلقنا 24 قيراط وانت فقير بس معك صحة ومعك ذرية صح.
كلام لا يعقل، كلام ملوش أي علاقة بالدين ولا بالشرع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذات نفسه أول حاجة كان في عنده بعض الأشياء بيستعيذ منها من الشيطان. أول حاجة بعد الكفر الفقر، اللهم أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر. فهو الفقر مفيش حد يعني مش حاجة محبذة يعني اللي انت ترضى بيها نهائي. فما تخليش حد يضحك عليك. انت اتولدت فقير، اتولدت في بلد مش قد كده، اتولدت في أسرة على قد حالها، وماله مش عيب. بس عيب انك تفضل تكمل في اللي انت فيه، تفضل فقير وترضى بالأمر الواقع. انت تصبر لكن ما تتأقلمش. المشكلة هنا ان ربنا هو خلقنا مش متساويين. المشكلة هنا ان انت مش باصص ان ربنا إيه اللي رزقك بيه وايه اللي كرمك بيه، انت باصص على غيرك، باصص في ايد غيرك، عايز اللي في ايد غيرك. بص هو بيعمل برزقه ايه. والله انت لو استخدمت، خلي بالك، انت لو استخدمت الرزق ربنا كرمك بيه بطريقة صح، والله هتعدي بمراحل الشخص اللي عنده رزق اكتر منك بس ما استخدمهوش. فانت ما تبصش هو عنده قد ايه، بص هو استخدمه في ايه. خد مثال بسيط مثلا على الطلبة لما بتكون في اللجنة او في الامتحان، فكل طالب قدامه نموذج مختلف، ورقة مختلفة. هو مين اللي بينجح هنا؟ اللي ورقته اسهل ولا اللي تعب وذاكر؟ هو ده اللي بينجح، مش اللي ورقته اسهل هو اللي بينجح. لا خالص، انت فاهم الفكرة. والرزق والجمال والصحة غلط خالص يا صديقي الفاضل. ان ربنا ما خلناش زي بعض، او لو كان عمل كده مش هيكون للحياة معنى، تكون حياة باهتة. مفيش تكامل في الحياة. فربنا خلقنا ألوان ودرجات عشان نكمل بعض، وعلشان نساعد بعض، وعلشان يكون في معنى للاختلاف والتميز. فإنما لو خلقنا زي بعض وكل رزق هو معاه، فين الميزة، وفين التكامل، وفين المواهب، وفين إظهار المواهب المختلفة؟ فين ده كله؟ فربك سبحانه وتعالى له حكمة في ده. وارضى باللي معاك واشتغل عليه وارضى بيه عشان ربنا يكرمك بالاكتر منه. ففي فكرة ان ربنا بيرزقك بالقليل ليه؟ صبرت عليه ربنا هيكرمك بالاكتر. ربنا رزقك بالكتير، بصيت على الاعلى منه هيقلل منك. ففي فكرة هنا، افهم الفكرة ماشية ازاي، افهم حكمة ربنا خلق الانسان ليه، ازاي، ليه. فاسأل نفسك، انت عمرك ما شفت شخص غني ومشهور وعنده ذرية صالحة ودكاترة ومهندسين وصحة وعنده صحة حلوة؟ هل انت شفت الناس دي؟ موجودة، نوعيتها كتير قوي. فسيبك من لعب الكلام الناس بتضحك عليك بيه. ما تخليش حد يحركك بمزاجه. انت اسمع لكن احكم بعقلك. فانت ما تخلكش زي العروسة الواحد بيحركها بالسلك من ورا المسرح. افهم الناس دي بتضحك على قفاك. ما تخليش حد يغير من افكارك ويغير من عقيدتك. الناس دي شر. افهم بقى الدنيا ماشيه ازاي. اوعى تفتكر انك فقير بس مرتاح البال والحمد لله. انا فقير بس عندي الصحه والحمد لله. ربك يعني حاشا لله ان ربك يقيدك بحاجه، يديك حاجه وياخد منك حاجه. الله يرزق من يشاء بغير حساب. افهم اللعبه ماشيه ازاي. ربك مديك مقدار معين من الرزق، قليل من غيرك، بس مطلوب منك تصبر تشتغل عليه عشان ربنا يكرمك بالاكتر. فافهم الدنيا ماشيه ازاي. شوف انت متابع مين، غير افكارك، ما تخليش حد يضحك عليك بس. وربك سبحانه وتعالى اثبت لنا دوت في القران الكريم، وقال في سوره العمران ويرزق من يشاء بغير حساب. وفي ايه تانية في سوره النور ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ده معناه ان رزق ربنا مش محدود ولا مقيد ولا محتاج سبب عشان يديك عليه. ربك ممكن يفتح لك باب رزق انت ما كنتش متخيله ولا عمرك اشتغلت عليه. فانت المطلوب منك السعي، مش مطلوب منك النتيجة. مش مطلوب منك انت هتقابل ايه لو عملت كذا. لا، انت اتحرك، ده اللي عليك، اتحرك، اشتغل على اللي عندك، اشتغل بالامكانيات اللي عندك. يعني انت لو عايز تعمل اي حاجة مش مهم تبقى بروفيشنال، مش مهم تبقى مكتمل. الاكتمال ده مفيش حاجة اسمها بيبدأ لو انت مكتمل، لو انت جاهز. اللحظة المناسبة واللحظة الجاهزة عمرها ما هتيجي. ابدأ بالحاجات اللي عندك.
فصديقي الفاضل، يعني لو ربك رزقك او ابتلاك بقلة المال، ده مش معناه ان انت تفضل فقير. هو بيشوفك هتعمل ايه، هتصبر وهتسعى ولا لا. فسيبك من اللي بيضحك عليك، ارضى بالفقر والحمد لله كفايه اللي انت ماشي على رجليك. كل الكلام دوت، ما هو قلت لك الكلام ده بيحسسك ان الدنيا حلوه ووردي، والكلام ده صح لكن غلط. بص، في حاجه اسمها انك تتأقلم وانك تصبر. الصبر انك انت تصبر بالحال اللي انت فيه دلوقتي، لكن ما تكونش ساخط على رزق ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله. لكن ما تتأقلمش، اوعى ترضى بمكانة. انت ممكن توصل اكتر من كده. ما هو يا حبيب قلبي، ربك يعني خلق لك كل القوانين اللي تجمل حياتك، اللي تحسن من حياتك. فانت ليه موقف نفسك؟ الفقر والغنى فترة محددة. بناء على ايه انت يعني انت هتراضي ربنا في رزقك دوت ولا هتسخط عليه؟ فصديقي الفاضل، دي الفكرة اللي انا كنت عاوز اوصلها لك. لو عجبك الفيديو، لايك واشتراك وفعل الجرس. اسأل الله التوفيق والسداد، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.